نريد أن نخرج أيضا من هذا المجلس بالاستعداد للتشبع بما ورائيات العبوديات. هذا شيء مهم جدا، هذه مرتبة مهمة للغاية. المقصود الأكبر من السلوكيات ومن الأفعال ومن العبوديات ليس ظاهر الفعل، ليس ظاهر الفعل، ولكن المقصود شيء وراء ذلك. الصوم مثلا، يعني احنا لسه طالعين مش عداش وقت كتير على شهر رمضان. لماذا نصوم؟ يعني الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تجوعون تعطشون تتعبون، لا لعلكم تتقون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس اليه حاجه ان يضع طعامه وشرابه. انت فاهم غلط. لو تصورت ان اللي مطلوب الصوره الظاهره فقط، اللي هو ان انت تجوع وتعطش، ليس هذا المطلوب. المفروض كان يتوسل بهذه الصوره الظاهره لشيء وراء هذه الصوره، شيء في سلوكك، في نظرتك للحياه، في تعلقك برب العالمين سبحانه وتعالى، في مشاعرك، في افكارك، في معتقداتك. هذا المطلوب اصاله. طب حتى في هذه الايام او ما يرتبط بهذه الايام من العبوديات، يعني مثلا في الهدي وفي الاضاحي ونحو هذا، الله سبحانه وتعالى يقول: يعني هل المطلوب الظاهر فقط؟ لا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله ايه؟ تقوى منكم. هذا المطلوب، هذا المطلوب. ما وراء الفعل. هذه مساله مهمه جدا، مساله مهمه جدا. وانا يؤسفني ان انا اجد كثيرا من الشباب، يعني ما شاء الله عندهم تمسك بكثير من الشعائر الظاهره، تجده محافظا على الصلوات ما شاء الله، ومحافظ على شيء من النوافل، ومحافظ على ورد قرآني، ومحافظ على أذكار، لكن مع ذلك ترى بوضوح في روحه فراغا عظيما، في فراغ داخلي عظيم، في هشاشة داخلية في إيمانه، وتشوه في نظرته للحياة وللدنيا ولمراده منها، وفي تعلقات عظيمة جدا بالدنيا وما فيها وما شابه ذلك. فيعني إذا هذه الأعمال اصبحت تحتاج الى مراجعه، لان احنا احيانا بنظن خطا ان انا مجرد عشان مسكت ورقه وقلم وحطيت لنفسي برنامج سلوكي، انا الصلاه الخمسه في مواقيتها، ورد كذا من القران كده خلاص. لا، لا، المهم كيف فعل هذا، كيف فعل هذا، كيف اثر في نفسي. الصلاه نهت عن المنكر ولا هذه العبوديات فعلا خلعت حب الدنيا والتعلق فيها من نفسي ولا لا؟ وضعت لي اهداف ساميه اتعلق بها ام لا؟ غيرت نظرتي للحياه ام لا؟ هذه مساله مهمه. هذا اصلا ما يفعله الدين بالانسان، يصبغ الانسان تماما، يغير نظرته لكل شيء. فدي مساله مهمه لازم نخرج بها يا شباب. وهي حته ان احنا مش مجرد ان احنا نخرج بسلوكيات ظاهره، لابد ان هذه السلوكيات تؤثر في نفوسنا ونرى الدنيا بغير العين التي نراها بها الان. هذه مساله مهمه جدا. طيب